السلام عليكم. وصفتنا اليوم هي الكبسة الحمراء بطريقة جدا سهلة وسريعة، وطبعا راح تكون لذيذة. هاي المقادير، اللي يحب يصور الشاشة بالتأكيد راح تلقوا المقادير كاملة مكتوبة بصندوق الوصف أسفل الفيديو. نبدأ نحط بالطنجرة سمن حسب الرغبة، وبعد ما ذوب السمنة راح نضيف عليها بصل مقطعينه تقطيع عادي مو ناعم. راح نضيف شوية ملح لحتى يذبل البصل معانا بسرعة، ونستمر بالتقليب لغاية ما يصير البصل شفاف. نبدأ بإضافة البهارات، هي كزبرة وكمون وقرفة وهيل وزنجبيل وشوية قرنفل كله مطحون طبعا. استمر بالتقليب، وبعدها ممكن أضيف رشة بسيطة من جوز الطيب، ممكن تستغنوا عنها. بعدين في عندي دبس بندورة، استخدم كمية جدا بسيطة وأقلبه شوي. وبعدين راح أنزل الدجاج. بالبداية راح أحطه على طرف الجلد وبعدين أقلبه. طبعا أنا الدجاج بالنهاية راح أشويه بالفرن بعد ما ينضج بشكل كامل. بعدين أنا هون غمرته بالمي، درجة حرارة المطبخ المي، أغطي عليه وأتركه لغاية ما ينضج بشكل كامل. بعدها راح أرفع الدجاج بس من الصلصة اللي عندي، وأحطه بصينية الفرن. راح أدخله على فرن ساخن من الأعلى تحت الشواية لحتى ينشوى معانا ولحتى يتحمر من برا بشكل جيد. نرجع على هاي الصلصة الحمراء اللي عندنا، وزنت الملح فيها، وبعدين راح أضيف عليها رز أمريكي منقوع ومغسول. بستخدم رز أمريكي، وحطيت معه حبة فلفل حار، غطيته وهديت النار، راح أتركه لحتى ينضج. راح أجهز الصلصة الحمراء لحده. عندي بصل، وفي عندي فلفل حار، حبة ثوم، حبة بندورة، وراح أضيف شوية كمون، شوية كزبرة، وبالتأكيد راح أحط شوية ملح، وأضربها مع بعض لغاية ما تنعم بشكل كامل. ممكن أضيف شوية مي لو حبيتوها تكون خفيفة أو تحبوها تكون سميكة حسب الرغبة. طبعا لونها راح يرجع بعد شوي، راح يرجع لونه شوي أغمق، لكن حاليا بسبب الهواء اللي دخل فيها صارت فاتحة بزيادة. وبنفس الوقت أنا هون راح أحمر المكسرات. حطيت سمنة، حطيت شوية كاجو، قلبتها على نار هادية لحد ما تحمرت. وبعدها راح أرفع الكاجو من المقلاية، وراح أضيف أي نوع مكسرات عندي. أنا هون عندي لوز، قلبته كمان بالسمن لحد ما تحمر وصار لونه ذهبي فاتح. بعدها راح أرفعه من السمن، وراح أضيف عندي زبيب، أحط كمية وفيرة من الزبيب لأنه طيب مع الكبسة. أحمره وانتبه إنه ما يحترق. هون أنا عندي الرز انطبخ وجاهز، وعندي الدجاج تحمر. سكبت الرز وحطيت عليه الدجاج، وحاليا راح أحط المكسرات الكمية حسب الرغبة اللي انتم بدكم اياها. وهيك عندنا الطبق جاهز. ما شاء الله شكل وريحة وطعم ولا أروع. أنصحكم تجربوها، وبإذن الله راح تعجبكم. لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لحتى يصلكم كل جديد. ولا تنسوا مشاركة الفيديو مع أصدقائكم وأحبابكم، وأهلا وسهلا فيكم جميعا.